السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كلكم باذن الله. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفه للفراخ حلوه جدا. الوصفه دي عايزه اقول لكم انا معتمداها بقالي زياده عن 10 ولا 12 سنه كمان. بصراحه بعملها جميله جدا. اولا الفراخ دي هتبقى مشويه وفي نفس الوقت هناخد منها شويه شوربه، وممكن نعمل بيهم شويه ملوخيه او ممكن نعمل بيهم شويه رز، وكمان هتدينا طعم كانك عامله ممبار بالظبط. يعني فعلا الفراخ دي لو كلتيها هتحسي انك بتاكلي ممبار، وكمان موفره جدا بمعنى ان انت ممكن تجيبي وراك صغيره تعمليها، والورك ما شاء الله ممكن تقسميه على 2، وكمان ممكن تحطي لها فحميه في الاخر، هتبقى الفراخ مشويه ومدخنه كمان معاكي. الوصفه دي انا عملتها من سنتين اول ما فتحت القناه، بس بصراحه ما كانش الفيديو عاجبني حذفته، قلت اعمله لكم من اول وجديد. بصراحه طريقه جميله جدا، ان شاء الله لو جربتوها هتعجبكم باذن الله. يلا بينا بقى ونقول هنعمل ايه. انت هتجيبي طبعا الوراك، اي عدد من الوراك على حسب عدد اسرتك او على اي عدد انت عايزاه من الوراك. انا عامه بجيب وراك صغيره، احنا في الوصفه دي بنجيب وراك صغيره علشان بالخلطه اللي بنعملها لا بيبقى الورك بسم الله ما شاء الله كبير. طبعا انت براحتك خالص، عايزه تجيبي وراك كبيره في الوصفه دي برضو هاتي وراك كبيره، هتبقى زي العسل معاكي ان شاء الله. المهم هنجيب الوراك طبعا ونغسلها زي ما احنا عارفين غسله محترمه كده بالملح وبالليمون، ونشطفها ونصفيها زي ما احنا متعودين بنغسلها ازاي دايما. المهم انا معايا 5 وراك، هجيب من ال5 وراك 5 معالق رز بالظبط، بمعنى ان كل ورك هياخد معلقه رز واحده، مفيش زياده عن كده. لو زودنا زياده عن كده الرز هيعجن معانا او مش هيستوي، مش هيبقى حلو في قلب الورك اللي معانا. فاحنا كل ورك هنديله معلقه رز واحده بس. هجيب له بقى بصلايه كبيره متخرطه، و3 معالق من الفلفل الاخضر. الفلفل الاخضر الرومي او الحامي زي ما انت عايزه بقى، الفلفل اللي يعجبك هاتيه. عايزه تحطي فلفل الوان تمام مفيش مشكله، بس انا عايزه اقولك بالفلفل الاخضر بتبقى ممبار فعلا، بتبقى تحفه ان شاء الله يعني باذن الله. بعد كده قلبنا الخلطه في بعضيها، انا حطيت لها ملح وفلفل اسمر وكزبره، ما حطيتش زياده عن كده. طبعا عايزه بقى تحطي كاري، تحطي توابل فراخ، التوابل بقى اللي تعجبك حطيها مفيش اي مشكله. التوابل هنا مش هتاثر معانا في حاجه، بالعكس كل ما تحطي توابل هتديكي كمان طعم اجمل. بس انا بقولك بمنتهى البساطه ان هي بتتعمل كده، ملح وفلفل اسمر وكزبره. وزي ما انت شايفه احنا فرغنا بصوابعنا كده بين الجلد وبين الفراخ، مش هتتقطع معاكي ما تقلقيش، بشويش كده هون بتلاقيها فتحت معاكي بكل سهوله. وزي ما بقول لك احنا عاملين لكل ورك معلقه رز واحده، طبعا معلقه رز واحده ومعلقه بصل وفلفل، يبقى كده معلقتين معلقتين ونص بالكتير جدا لكل ورك. ما تزوديش عن كده، لان لو زودتش عن كده يا اما الرز هيطلع ني، يا اما الرز هيطلع معجن، يا اما يفرقع منك في الشوربه، وكل الرز ده هينزل معاكي في الشوربه، ويبقى كانك ما عملتيش اي حاجه وكانك عاملاها وراك عاديه خالص. بعد كده بقى التركه اللي بعد كده ان انا ما بنزلهاش في ميه مغليه، لاني لو نزلتها في ميه مغليه برضو هتفرقع معايا. انا بنزلها في ميه سخنه بس، ميه سخنه قبل ما تغلي كده بروح منزله فيها الوراك. وانا عايزه اقول لك ان الوراك دي لو عملتيها في عزومه بجد هتبهرك، هتنبهري بيها بجد، طعما وشكلا وكمان حجما، لان زي ما بقول لك الورك بسم الله ما شاء الله بيبقى حجمه كبير جدا عن الورك العادي. بس بقى ربنا ما يرزقكوش بواحده تكون متنمره زي ما حصل معايا بالظبط. دخلت عليا واحده متنمره بصراحه، هما 2. واحده كلت الفراخ دي وعجبتها جدا وما بقتش مصدقه، قالت لي فعلا دي طعمها طعم الممبار وطعمها جميل جدا وعجبتها جدا. المتنمره طبعا ما عجبهاش الحال، لازم تتنمر زي ما انتوا عارفين. المتنمره قالت لا ده هي عاملاها كده علشان خاطر تكبر لهم الورك، والورك يبان ان هو كبير. عادي حتى لو عملتي كده، اجيب الورك صغير واعمله ان هو كبير، ايه المشكله يعني؟ الدنيا غاليه والحاله الاقتصاديه كلنا عارفين الظروف عامله ازاي، وفيها ايه يعني لما نتحايل على الظروف اللي احنا عايشين فيها، والاسعار طبعا مولعه زي ما احنا عارفين كلنا. المهم انا ما باخدش بقى بكلام الناس السلبيه دي خالص، والله الناس السلبيه دي انا بركنهم على جنب اصلا، ولا كانهم بيتكلموا. فبصراحه ولا حتى بحب ان انا ارد عليهم، بعمل اللي انا عايزاه بدل شايفه اللي انا عاملاه اللي انا بعمله صح خلاص، اللي انا بعمله صح خلاص، مفيش كلام اي حد. لكن والله التانية اللي كانت معايا كانت ذوق جدا وكلامها جميل وعجبتها الفراخ جدا، وقالت لي والله الوصفه جميله وان شاء الله هبقى اعملها واجربها واقول لك ان شاء الله رايي فيها ايه. كده بقى خلاص حشينا الوراك اللي معانا، وهي الخلطه اللي احنا عاملينها يا دوبك على قد ال5 وراك اللي معانا بالظبط، بصلايه كده حلوه وكم قرن فلفل قطعناهم، و5 معالق رز. بعدد الوراك بحط معلقه رز، يعني عامله 10 وراك بتعملي 10 معالق رز على حسب الوراك اللي انت عاملاه. بس كده خلاص بقى، ولا بنمسك الوراك نخيطها ولا نقفلها بخله ولا نربطها ولا اي حاجه، زي ما هي كده بالظبط بناخدها ننزلها على الميه السخنه، بنحط ورك ورك كده في الميه السخنه. طبعا الميه زي ما انت شايفه بقى حاطين لها جزر، حاطه فيها فلفل بصل، زي ما انت حابه بقى، البوكيه جرنيه اللي انت بتحبيه تحطيه في الشوربه بتاعتك.
بتحطي ورك زي ما انت شايفه كده، وطبعا الميه سخنه زي ما بقول لكم مش مغليه. هنغطي عليها بقى وهنسيبها نص ساعه بالظبط، نص ساعه بالظبط، ونطلعها من الشوربه. ما تزوديش عن كده علشان الفراخ ما تفكش معاكي في الشوربه وتنزل كل الرز اللي فيها في الشوربه. كده خلاص عدى نص ساعه معانا بالظبط. هطلعها بقى واسيبها بقى اما تبرد شويه، او هرصها في صينيه. هطلعها بقى ورك كده بشويش كده عشان ما تتفكش معايا او عشان ما تتكسرش معايا في الشرب. بعد كده خدتها وسبتها لما هديت كده معايا، وزي ما انتوا شايفين الوراك بتاعتنا طالعه سليمه، مش طالعه مقطعه ولا اي حاجه، والرز جواها مفلفل وفي منتهى الجمال. يعني الرز لا معجن ولا ني ولا اي حاجه، الرز بجد طعمه تحفه فيها، وكمان مع البصل والفلفل بيدي الوراك طعم جميل جدا، بتحس ان انتي بتاكلي ممبار فعلا. بعد كده بقى نعمل لها الخلطه اللي هنحطها بقى بيها في الفرن علشان تبقى الفراخ بتاعتنا كمان مشويه، يبقى سلقناها واستفدنا بالشوربه وكمان شويناها في الفرن. وزي ما قلت لكم لو عايزين تزودوها في الشوى او تدوها تدخينه كمان، ممكن نعمل لها حته فحميه زي ما بنعمل كده للحاجات اللي احنا بنبقى عايزينها تاخد طعم الفحم. المهم انا جبت بقى معلقتين كده من العسل الاسود، وحطيت عليهم معلقه معجون طماطم، وحطيت ملح وفلفل وعصره نص ليمونه. كمان ممكن احط معاهم شويه زيت، بس انا هنا نسيت احط الزيت، فاحط الزيت ان شاء الله على وش الفراخ اما اجي احطها في الصينيه دلوقتي معاكم ان شاء الله. ولو ما عندكيش عسل اسود ممكن معلقه عسل ابيض، وممكن شويه سكر، وممكن كمان معلقه سمنه. يعني ممكن نتصرف لو ما فيش عسل خالص في البيت، نتصرف ونعمل نفس الخلطه دي. بعد كده بفرشه بقى عشان نضمن ان احنا نوزع الخلطه توزيع كويس على الوراك اللي معانا، بفرشه كده ونمسك الورك من فوق ومن تحت ومن جوه ومن بره وندهنه بالخلطه. الخلطه طعمها جميل جدا وهتدي كمان للوراك طعم اجمل واجمل. وممكن طبعا تعملي اي خلطه تدهني بيها الفراخ، مش شرط الخلطه دي بالذات، اي خلطه متوفره عندك في البيت ممكن تعمليها. ممكن تضربي بصل وطماطم وفلفل في الخلاط وتدهني بيها طبعا مع التوابل، او ممكن تدهني وشها بلبن رايب، او ممكن تدهني وشها بزبادي. يعني اي حاجه متوفره عندك في البيت ممكن تدهني وشها بيها. بس بصراحه اكتر خلطه بتليق عليها لان هي دي فعلا اللي بتديكي طعم الشوي، هي الخلطه دي بتاعت العسل ومعجون الطماطم، بتدي طعم جميل جدا. وما تنسيش عصره الليمونه طبعا عليها. طبعا بنرصها في صينيه زي ما انت شايفه كده، ممكن تحت الصينيه نحط بصل وفلفل برده وندخلها فيها. بندخلها الفرن على اعلى درجه حراره، ما بتاخدش من ربع لتلت ساعه، يعني ما بتعوقش زياده عن كده، لان طبعا هي الوراك معانا مستويه والرز كمان فيها مستوي. احنا عايزين بس نديها شكل الشوي وطعم الشوي في الفرن. وعايزه اقول لك ان هي طعمها تحفه من غير الخلطه، يعني اي خلطه تحطيها عليها فعلا هتليق عليها، لان هي الوراك اهم حاجه فيها الحشوه بتاعتها. الحشوه مديها طعم تحفه جدا. ان شاء الله اللي هيجربها هتعجبه باذن الله. يا ريت بقى اللي يجربها وتعجبه يا ريت يكتب لي تحت في الكومنتات ويقول لي رايه فيها ايه، لان الوصفه دي انا واثقه فيها جدا، واثقه ان اي حد هيعملها هتعجبه، لان انا بعملها من زمان جدا، والوصفه دي اساسا بتاعتي. يعني انا مش واخداها من حد، وانتوا عارفين لما باخد وصفه من حد انا على طول بقول الوصفه دي بتاعت فلان، لكن الوصفه دي بتاعتي انا مجرباها من زمان. علشان كده بقول لكم اعملوها بقلب جامد، اعملوها ما تخافوش، ان شاء الله هتعجبكم جدا باذن الله. ولو في عزومه ولا حاجه ان شاء الله هتشرفكم. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفه تدخلوا قناتي تعملوا لي لايك واشتراك، والسلام عليكم.